جاكم الخير يا المدريدية، جاكم الخير. الأمور تحدث. فابريزيو روماريو ينشر عبر حسابه الرسمي: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع المدرب العملاق الألماني يورجن كلوب. وبصراحة أنا أشوف أفضل مدرب محتاجين الريال حاليا هو يورجن كلوب، لكن هل راح يجي؟ أكيد لا. أنا بصراحة ما أتوقع يجي يورجن كلوب حتى لو اهتموا بيه. راح تقول لي ليش يا محمود تنطينا أمل تجي تسحبه من عندنا؟ راح أقول لك يا حبيبي أنت اسمعني وبعدين أنت احكم بنفسك. قبل لا أحكي أي شيء وأصدمك خليني أحذرك تحذير: مشروب الطاقة فوريو وغير صالح للاطفال، واكثر من قطيه واحده باليوم تضرك حتى لو انت كبير. ويلا تعال نكمل على السريع. مبدئيا وقبل كل شيء، صدق ريال مدريد اهتموا بيورجن كلوب، لكن مو اكيد انه يجي، وصعبه انه يجي. ليش صعبه انه يجي؟ لان يورجن كلوب اول ما يجي راح يقول لك هذا الفلان يطلع وهذا الفلان يبقى، واريد هذا اللاعب وهذا اللاعب ما اريده. هذه وحده، وصعبه على بيريز انه يسوي هذه، لان مثل ما تعرفون بيريز هو يتحكم بالصفقات، هو يتحكم منو يبقى ومنو يطلع. يورجن كلوب ما راح يسمع بهذا الشيء. هاي اول شغله. الشغله الثانيه والاهم: يورجن كلوب شنو اسلوبه الاساسي؟ الضغط العالي. يعني الفريق كله يضغط، وباسلوب الضغط العالي اذا ما تعرف يا حبيبي لازم كل اللاعبين يضغطون. اذا لاعب واحد ما يضغط ياثر على المنظومه ويأثر على الاسلوب. وانت يا مدريدي وانت يا بيريز تعرف عجانك ما يضغطون، وذولا مدللين عند بيريز ولازم ما حد يضغط من عندهم، ما يمسون. يعني يا حبيبي انت احسبها بعقلك: امبابي فينيسيوس لما كان عندكم نقص قدام بايرن ميونخ قبل ايام ما ضغطوا، تضغطون بداية المباراة ولا تضغطون ويا كلوب. وهاي كلها اسباب ممكن تعثر صفقة كلوب انه يجي لنادي ريال مدريد ويدربهم. الا اكو حل واحد وماكو غيره: انه بيريز يشد عليهم وما ينطيهم هذا الدلال ويقول لهم انضبطوا، الكل تضغط، الكل تلعب، وما عندي من يوم رايح لا مبابي ولا فينيسيوس ولا رودريجو ولا بيلينغهام ولا غيره ولا غيره، الكل تضغط. لكن انا عن نفسي اتمنى كلوب يجي يدرب نادي ريال مدريد، لان ريال مدريد محتاجين كلوب اكثر من اي مدرب حاليا. طبعا اذا استثنينا زيدان، لان زيدان عنده عقد شفهي ويا فرنسا منتخبه. وبنهايه الفيديو اريد اسالك سؤال بعد ما تخليني متابع وتقدر جهودي. يا ولدي هم تنطر 300,000 غير تعينوني شويه؟ اضغط على الزائد الاحمر، ما تكلفك اي شيء، اضغط على الزائد الاحمر ان شاء الله الله يوفقك اذا ضغطت على الزائد الاحمر. وسؤال الفيديو اليوم يقول: انت تشوف اي مدرب مناسب لنادي ريال مدريد؟ اكو براسك مدرب لو لا؟ اذا اكو براسك مدرب اكتب بالتعليقات حتى نتناقش انا وياك بخانه التعليقات. لا تنسى على الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه اجمعين. والاهم من هذا كله تقول لا اله الا الله، مو تكتب تعليق حتى لو بصدرك. في امان الله وحفظه.